السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقطع جديد وأمل جديد بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. لا ننسى الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسمع في هذا المقطع معجزات وكرامات الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة بالصيغة الإبراهيمية. اسمعوا أحبتي في الله هذا المقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما بتسأل السؤال ده، ايه اكمل صيغة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اكمل صيغة للصلاة على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة الابراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. خد بالك الصيغة دي كلها دعاء ليك انت، لان آل محمد اتباع محمد عليه الصلاة والسلام المتمسكين بسنته، فانت بتقول يا رب يا رب اثني على النبي وارفع مقام النبي وارحم النبي وبارك للنبي، واحنا كمان يا رب يا حميد يا مجيد يا صانع الامجاد يا منزل النعم يا رب يا رب الجود والكرم. فانت بتدعي لنفسك مش بس للنبي عليه الصلاه والسلام. الصلاه دي الصيغه دي لها اسرار جباره يا جماعه. لسه النهارده بعد خطبه الجمعه كنت مع حد من التجار الطيبين كده والله حسيبه، يعني بيقول لي انا يعني ربنا فتح عليا في التجاره قوي في حاجه معينه، ودخل معاه 2 شركاء. الاتنين الشركاء راحوا خدوا كل البضاعه بتاعه التجاره دي وسابوه مديون، وهو كان ممكن يدخل معاهم محاكم ويجيب قال سبتها لله. قال لي يوميا كنت بصلي 1000 صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بيقول لي والله شهور أنا رجعت تاني رقم 1 بفضل في شهور فضل ومنة الله سبحانه وتعالى. ربنا وقف معاه وربنا سنده وربنا قومه. بيقول انا مستحيل كنت اطلع من الديون اللي انا كنت فيها، خلاص كل حاجه راحت بقى صفر، وشركاته خدوا كل حاجه، ما رضاش يدخل معاهم في نزاع ولا في صراع. بيقول لي انا دلوقتي رجعت رقم 1 تاني فضل ومنة الله، وربنا اداني اكتر من اللي كان موجود قبل كده. الصلاة الإبراهيمية ليها أسرار وليها كرامات من الله سبحانه وتعالى يا جماعة. وانت بتصلي على حبيب الله محمد تحس بإيه؟ تحس بلذة ازاي يا جماعة؟ تخيل لو واحد كده واخدك مثلا وعرفك على واحد عنده 1000 عروسة جميلة، وانت بقى شاب وعايز تتجوز، الراجل ده عمل فيك معروف قد ايه؟ طب لو واحد خدك وعرفك على رئيس مجلس إدارة شركة عالمية وظفك في مكان خطير، الراجل ده له فضل عليك قد ايه؟ طب لو واحد خدك وعرفك على رئيس دولة ولا وزير ولا ملك ولا امير، عمل لك فرق، حياتك اتقلبت كلها في النعيم والمستوى بسبب انك اتعرفت على ده، يبقى له فضل عليك قد ايه؟ اللي عرفك على الله، اللي عرفك على رب العرش العظيم سيدنا محمد. جميله في رقبتنا كبير قوي يا جماعه. سيدنا محمد هو اللي عرفنا على ربنا، هو اللي عرفنا اسماء الله الحسنى كلها 99 اسم. طب تخيل لو واحد اداك مفتاح عربيته وقال لك خد بقى يا عم، لو واحد اداك مفتاح خزنته وقال لك خد الفلوس اللي انت عايزها. سيدنا محمد عرفنا مفاتيح خزائن الله اللي هي ادعية القرآن والسنة. تخيل كده لو واحد اداك كتاب عن السعادة وفن السعادة وفن النجاح وانت ما كنتش عارفه خالص لحد من العلماء الكبار واداهولك مترجم. طب رسول الله هو السبب ان انت خدت القرآن، ان انت في ايدك القرآن الان. عايزين نعرف يا اخوانا، لو واحد فسحك فسحة حلوة، خدك قرية سياحية خطيرة، قال لك انا عندي فيلا مثلا في مراسي وتعالى يا عم وننزل اللاجون اللي قدام الفيلا، وتعالى اما اوريك بقى الدنيا وتعالى بقى ما انا عندي شقة في برج خليفة هفرجك منها على الدنيا وعلى الخليج تعالى. الراجل ده عمل لك معروف قد ايه؟ اللي عرفك الجنة واللي اداك طريق الجنة، يبقى فضله عليك قد ايه؟ جميل حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام غالي قوي في رقبتنا وكبير قوي في رقبتنا، ولازم يبقى عندنا ورد يومي من الصلاة على حبيب الله عليه الصلاة والسلام. عرفت الصلاة الإبراهيمية يا شباب؟ عرفت الصلاة الإبراهيمية؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله خطبة الجمعة اللي هتنزل لكم بعد يومين بإذن الله هتبقى بقى شرح
للصلاة الإبراهيمية والمعانيها والأسرارها والعجائبها إن شاء الله بإذن الله. تستنوا كده بعد بكرة إن شاء الله تنزل لكم بإذن الله هذه الخطبة، وهنعيش فيها مع هذه الصلاة الإبراهيمية. يلا يلا في آخر ساعة في يوم الجمعة كده نعيش مع المعنى الجبار ده ونصلي على حبيب الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.